اهو ايه اتفضل. ده؟ ده بني ادم محلل. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه، ما بقتش. يا رب. ده غير طبعا ان انت والله. النهارده يا جدعان جالنا استغاثة في شبرا الخيمة. حالة يعني بجد صعبة جدا. قول لي يا عم عادل، انت حاسس بايه؟ تعبان، كله تعبان، كله تعبان. أول رجليا، جسمي، مش قادر أتكلم خالص. كنت شايفني كده. طب انا ممكن اشوف جسمك؟ أنا مش عارفة بس أتحرك. اوصلي ليهم وهم هيقدروا يساعدوكي وهيقدروا يكونوا معاكي. وانا مش عايزه حاجه غير ان الراجل ده يخف، يعني حتى لو هو قاعد او ربنا ده طول عمره من غير يبقى من غير الم. لان الالم اللي فيه ما حد والله ما في بشر يتحمله والله. اف. آه الريحة آه صعبة قوي. غصب عني انا مش عارفه اعمل له ايه حرفيا. آه ماشي قوي اتفضل. ادي المنظر. طب شوف انها فلوس وندخله عمليات، اصل هو عايز كحت، اصل هو مش عارفه ايه. طب المستشفى عايزه عنايه مركزه، طب عايزه فلوس من الشيء الفلاني. اعمل ايه؟ اروح بيه فين طيب؟ انا مش عارفه اروح بيه فين بجد. مش عارفه، ما بقيتش عارفه اتحرك بيه. اهو ايه اتفضل. ده؟ ده بني ادم محلل. انا ما بقتش عارفه اعمل ايه، ما بقتش. يا رب. ده غير طبعا ان انت والله بقسم لك بالله ان انا لو سبته ساعتين ما تقدرش تقف معاه ثانيه. والله ما تقدر تقف معاه ثانيه. يعني كده انا لسه مغيره حالا حالا. المنظر ده انا لسه مغيره حالا، مفيش فايده. وهو حالته بتسوء معايا، بتسوء. عايز رعايه للسكر، عايز رعايه للجرح اللي عمال يتفتح مني ده. انا بقيتش عارفه اعمل ايه وانا منظر صعب قوي يا مش جدعان. عارفه شيروا بصراحه. الفيديو ده يا انا جدعان. بتمنى اي ان حد شاء الله بس باذن يساعده الله. هو، انا مش عايزه مساعده ليا انا والله. اتفضل. شيروا الفيديو ده يا جدعان عشان الراجل زي ما انتوا شفتوا كده بيتحلل يا جدعان. الراجل ده يا جدعان اللي في جسمه ده قرحة، والقرحة دي يا جدعان بتوصل للموت بعد الشر. يعني انقاذ لا يمكن انقاذه بعد كده، عشان بعد كده ما ترجعوش وتقولوا الراجل عامل ايه يعني. عشان خاطر ربنا يا جدعان الراجل ده عايزين اللي هو يتعالج، حد يتكفل بيه يعالجه. مستشفى يا جدعان، عشان خاطر هي لفت برضه راحت بيه كذا مستشفى، وطلبوا منها برضه اللي يطلب منها 100,000 واللي يطلب منها 70,000، وهم على قد حالهم زي ما انتوا شايفين كده. أما عادل، آه إن شاء الله بإذن الله هتقوم بالسلامة. إن شاء الله، إن شاء الله عني. أنت الحاجات دي طبعا بتوجعك صح؟ ده مش قادر أتحرك، بقولك مش قادر بنفسي يمين ولا شمال. طب أنت أما رحت المستشفى قالوا لك إيه يا عم عادل؟ ما بيقولوش حاجة. ما أنا عايز حد يوديني المستشفى. عايز حد يوديك المستشفى؟ إن شاء آه الله بإذن الله هتروح. معلش يا عم عادل. الحمد إن شاء الله لله، بإذن الله هتقوم بالسلامة. الحمد لله، الحمد لله، حصل الله والله. الحمد لله. تراضي طبعا صح؟ الحمد لله، كل جيب ربنا كويس. طب هي بدأت معاك إزاي يا عم عادل؟ من أول البتر إيه اللي حصل؟ سكر وغرغرينة. سكر وغرغرينة بعد اه، كده؟ بعد كده رحت المستشفى، قالوا لي لازم نقطع. تمام. دخلت كمان من غير ما يقولوا لي اقطع ما اقطعش. خرجت لقيت رجلي مقطوعة، ومن ساعتها وانا مش قادرة اتحرك يمين ولا شمال. معلش أنت زعلت طبعا على رجليك صح؟ الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله. بعد كده، بس بعد كنت ما قطعت بتحرك، رجلك. كنت بتحرك يمين وشمال. دلوقتي مقدرش اتحرك يمين وشمال، لازم حد يجيبني كده، بيجيبني كده. طب احنا لو في حد برضه فعل خير عايز يجيب لك كرسي بكهرباء اللي انت تقدر تطلع بيه الشارع، ايه رأيك؟ ربنا يبارك لك يا ان رب. شاء الله بإذن الله بعد ما تعمل عملية ان شاء الله بتاعت القرحة دي. ان شاء الله، ربنا يخليك يا، بإذن الله. ربنا يبارك لك. متزعلش يعني. لا مسألة، الحمد لله. ان شاء الله خير. خير بإذن الله إن شاء بإذن الله. الله. انت بتعيط ليه؟ أنا مش قادر والله، مش قادر أتكلم، معلش. مش قادر أتكلم والله. خلاص عشان متتعبش. ماشي يا جدعان زي ما انتوا شفتوا كده الراجل زعلان طبعا عشان خاطر رجليه، عشان خاطر برضه مش بيقدر يتحرك، وطول ما هو قاعد كده يا جدعان وجع في جسمه كله. ماشي، بالله عليكم شاروا الفيديو ده، اعملوا مشاركة، ولو حد يقدر يساعده يتواصل معايا. ماشي.
ممكن تمسكي المايك ده دقيقة؟ صلى على النبي. عليه الصلاة والسلام. إن شاء الله بإذن الله باباك هيخف يا رب ويقوم بالسلامة يا رب ويطلع الشارع. يا رب، اتمنى بس ان هو يكون معافي، بس أنا مش عايزه حاجه غير ان هو يكون ما بيتألمش بس. هو ده اللي انا عايزاه والله، بقسم لك بالله ما عايزه حاجه غير ان هو ما يقول لي انا سليم، انا قاعد كويس، ما تخافيش عليا. هو حتى الاكل قطع الاكل، قطع اكل، قطع كل حاجه. بصوا ده البتر، وناس ربنا ساعدوني ما برضه في وراه البتر لحد ده يا على رب. فكره، بصوا هو بقى يعني الحكومه ما القرح دي يا قبلتنيش. جدعان عاملة ريحة بجد صعبة أوي، أنا مش قادر إن أنا أكمل. الريحة صعبة عشان خاطر ربنا، ما بالكم بقى هو، يعني احنا بنقول كده وقاعدين معاه في الأوضة بس 5 دقايق، ما بالكم بقى هو يعني على طول قاعد كده يعني ربنا ما يوريها لحد يا رب. مش يعملوا شير للفيديو ده وصلوا على النبي. انقاذ عم عادل يمكن انقاذه. سلام.